لو حد قدامك دلوقتي وقع ومبقاش بيتنفس هتعمل ايه؟ نفس السؤال بالظبط على محفظتك. لو حصل أزمة بكرة هتعمل ايه؟ أنا في المستشفى شفت ناس ماتوا مش عشان الحادثة كانت خطيرة، لأ، ماتوا عشان محدش كان عارف يعمل ايه في أول 5 دقايق. ونفس الكلام في الأزمات المالية، الناس مش بتخسر عشان الأزمة كبيرة، الناس بتخسر عشان مش عارفين يتصرفوا في أول الأزمة. 5 إسعافات أولية لمحفظتك. الأولى صندوق الطوارئ، هو الأكسجين المالي، فلوس نقدية تغطي 3 شهور من مصاريفك. ليه؟ عشان لو اتفصلت من شغلك أو حصل طوارئ صحية ما تضطرش تبيع استثماراتك بخسارة. 2 أصل سايل تبيعه بسرعة، حقنة الإنقاذ بتاعتك، أصل تقدر تحوله لفلوس في أقل من 24 ساعة، زي ذهب، زي شهادة استثمار قصيرة المدى، مش عقار ياخد شهور وسنين لحد ما تبيعه، أو مشروع صعب تسيله، أو استثمار طويل لو بعته بدري هتخسر. تالت إسعاف أولي معانا وهو معلومات صحيحة وسريعة، التشخيص الفوري. وقت الأزمة لازم تعرف بسرعة إيه اللي حصل، أنا متأثر قد إيه أسوأ سيناريو ممكن يحصل، الخطوة الأولى الصح إيه. لازم يبقى عندك مصادر معلومات موثوقة وخبير تثق فيه، مش جروبات الواتساب والشائعات. 4 خطة مكتوبة، بروتوكول طوارئ. في المستشفى كل حالة طوارئ ليها بروتوكول مكتوب، ومحفظتك لازم يكون عندها خطة من دلوقتي. لو السوق انهار هعمل ايه؟ لو خسرت شغلي هصرف منين؟ لو احتجت فلوس فجأة هبيع ايه الأول؟ اكتب الإجابات دلوقتي، مش وقت الأزمة ما تحصل. وقت الأزمة مش وقت تفكير، ده وقت تنفيذ. 5 إسعاف أولي معانا، هدوء الأعصاب هو أهم إسعاف. في غرفة العمليات لو الدكتور اتخض المريض راح. الهدوء وقت الأزمة بيساوي الفرق بين الإنقاذ والكارثة. أغلب الناس بتخسر مش عشان الأزمة، بتخسر عشان اتخضت وخدت قرارات متسرعة. القاعدة الذهبية معانا، لو حصلت أزمة خد نفس عميق، اهدى وبعدين فكر. ما تبيعش كل حاجة بسرعة وانت خايف، ما تسمعش لأي حد يقولك اعمل كذا بسرعة، ما تاخدش قرارات وانت في حالة هلع. أنا كنت بعمل إسعافات أولية في المستشفى لإنقاذ الأرواح، ودلوقتي بعلم الناس إسعافات أولية مالية لإنقاذ استثماراتهم. احفظ الريل ده دلوقتي، هتحتاجه يوم ما تحصل الأزمة، وعلق برقم الإسعاف اللي ناقص عندك.